تتنافى مع السياسة الحالية لوزارة الداخلية التي تتسم بالشفافية التامة وفي إطار من الشرعية وسيادة القانون. هذا وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنة سلمى الصاوي التوجه لديوان وزارة الداخلية أو للجهات القضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شكواها موضوع النشر. جاء هذا على الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك. على الموقع نفسه كانت المواطنة سلمى الصاوي قد دونت هذه المذكرة التي تحمل عنوان اعتقالي الأول والأخير. من لم يقرأها بعد ليس في حاجة ماسة لقراءتها، فصاحبة الشأن معنا في الاستوديو. اسمحوا لي أن أرحب بالمواطنة المصرية سلمى الصاوي الطالبة في كلية الألسن. أهلا بك يا سلمى. أشكرك على الحضور. وطبعا بطبيعة الحال قبل ما أديكي فرصة أنك تعلقي على تعليق وزارة الداخلية لازم نسمع الحكاية من أولها لآخرها الأول. الموضوع بمنتهى البساطة زي ما حضرتك تفضلت، أن أنا رحت وقفة خالد سعيد، وبعد كده انتقلت إلى وزارة الداخلية. وقفت تقريبا مش فترة طويلة يعني، وبعد كده أنا ساكن هنا في أكتوبر. انت رحتي وقفة او المظاهرة اللي اتعملت امام وزارة الداخلية في الذكرى الاولى لرحيل الشهيد خالد سعيد، اللي الكلام ده كان اول امبارح يوم الاثنين. نعم. ورجعتي من المظاهرة؟ رجعت من المظاهرة. انا ساكنة هنا في 6 اكتوبر. طيب. الطريق عادي، مفيش اي حاجة. نزلت مفيش كمين، مفيش اي حاجة. نزلت في الحصري، المفروض ان امشي شويه لغايه ما اوصل لغايه مكان اركب منه البيت. الحصري دي منطقه في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. طيب. بدات اتكلم عادي، انا ماشيه عادي مفيش اي حاجه. جه ضابط الجيش قال لي عايز البطاقه بتاعتك، فقلت له والله انا مش معايا بطاقه، بس انا ساكنه قريب، انا ممكن اروح البيت اجيب باسبور واجي. فقال لي لا، راح نادالي ضابط شرطه. جه ضابط الشرطه بدأ يتعامل معايا، قال لي مش عاجب بطاقه. قلت له لا مش معايا بطاقه. ما كانش معايا غير كارنيه النادي. وريته الكارنيه، فقال لي انت سلمى الصاوي. قلت له اه يا فندم. لغايه هنا الموضوع كويس. جيت ركبت، قال لي عايزك في الموضوع. قبل ما تكملي يا سلمى، الاول في ضابط من الجيش ولا جندي من الجيش؟ لا هو حضرتك انا ما اعرفش والله الفرق. طيب. يعني او ما اقدرش افهم في الرتب قوي. طيب. لما جالك يعني انت حسيت انه جايلك مستقصدك يعني انت، ولا كان تفتيش عادي للناس اللي ماشيين في الشارع؟ ما كانش فيه تفتيش. طيب. ما كانش فيه تفتيش يعني انت الوحيده اللي توقفتي تقريبا. طيب. فجالك فلما ما لقاش معاكي بطاقه نادى ضابط الشرطه. نادى لك ضابط الشرطه. ضابط الشرطه قال لي مش معاكي بطاقه، وحصل الموضوع ده. جه قال لي طب عايزينك في موضوع. خلاص قلت له موضوع ايه؟ فقال لي عايزينك في موضوع صغير. فتح باب العربيه، دخلت ركبت، ربط ايديا وغمض عينيا وانطلقنا. ربط ايديكي بايه؟ غمض عينيا. ربط ايديكي بايه؟ كلبشات؟ لا 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 مش كلبشات، زي حبل او رباط حاجه كده يعني. طيب. وغمى عينيكي قبل ما تركبوا العربيه؟ لا لما ركبنا العربيه. عربيه ايه؟ انا فهمت. عربيه الجيب الجديده بتاعت البوكس دي؟ لا مش البوكس. في عربيات نازله شرطه جديد لونها كحلي كده. اتحركت. انا كنت فاهمه ان انا مثلا هطلع على الاسم، هطلع ان انا مش معايا بطاقه وهروح مثلا واكلم حد يجي ياخدني او حاجه زي دي. حصل الموضوع ده، فضلنا ماشيين تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه. بقينا في مديريه امن 6 اكتوبر في طريق الهايبر على المحور المركزي. انا ما اعرفش، انا عرفت ده وانا خارجه. بس انا بقول لحضرتك انت دلوقتي عينيك متغميه. انا بقول لك انا اللي عرفت وانا خارجه ان المكان ده هو ده اللي انا كنت فيه. من المكان اللي كنت فيه لحد المكان اللي العربيه نزلتك فيه تقريبا كده، ذهنك قال لك انه كان الوقت قد ايه تقريبا؟ من الفتره اللي قعدتها جوه في العربيه نفسها اللي نقلتك؟ لا مش كتير، 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. طيب. الحمد لله. بعد كده
دخلت قعدت في اوضه فاضيه، يعني ما كانش في ناس فيها، قعدنا. لا انت دلوقتي متغميه وايديك متربطين. في حد ساعدك انك تنزلي من العربيه؟ نزلت كويس. وطلعنا السلم. طلعتوا سلم؟ سلم مش دور، يعني 4-5 سلالم فوق بعض بحيث انك تدخل مكان معين. طيب. دخلت في اوضه ما كانش في ناس فيها، وانا كنت بتكلم ما كانش في ناس. بدات قعدت شويه، ممكن اكون ساعه او 2 او ساعه او 2. لا ساعه ولا 2؟ ساعه او 2، يعني هو ساعه وشويه. طبعا انا مقدر انك عينيكي كانت مربوطه ومش عارفه مش عارفه الزمن بالظبط قد ايه. طيب. بعد كده جه حد طلعني. وفي خلال الساعه او الاثنين دول ما حدش اتكلم معاكي خالص؟ لا. ولا حد جاب لك مثلا ميه ولا مفيش اي نوع تعامل؟ وانت ما حاولتيش مثلا تتكلمي مع حد انتوا بتعملوا فيا كده ليه او كده؟ انا كل اللي عملته طب انا هنا بعمل ايه؟ ما لقيتش حد بيرد. انا حسيت ان عارف اوضه مغلقه ومفيش حتى لو اتكلمت محدش هيسمعني بره. ده اللي انا حسيته. جيت دخلت، لقيت لك حد طلعني، دخلت في اوضه تانية او في مكان تاني. المكان ده كان في حد بيتكلم معايا زي حضرتك، بس حاسه ان في ناس. مش مكان تاني، انت كل ده متغميه وايديك متربطه بالمناسبه قدام ولا ورا؟ ورا. لورا. مكان تاني غير اللي انا كنت فيه. اللي حصل حد بعد شويه جه قال لك لو سمحتي تعالي معايا وخدك؟ حد جه فتح الباب، دخل اخدني، خرجنا بره الاوضه. قال لك ايه بالظبط؟ قال لي هو ما فيش تحرك، تعالي ادخلي امشي كده يعني يمين وهكذا. لغايه ما دخلت في اوضه في تكييف او في هوا يعني غير اللي انا كنت فيها. فانا بتكلم مع حضرتك وحاسه ان في ناس تانية موجوده، يعني حاسه ان في ناس تانية موجوده. قدرت تميزي كام صوت؟ لا هو ما كانش فيه اصوات. بس انت عارف لما يكون مثلا بتكلم مع حضرتك بس حاسه ان في ناس، حاسه بناس نفس. يعني مثلا انا بتكلم معاه وحاسه ان في 2 بيبصوا بعض بيتكلموا او بيهمسوا، انا مش شايفاهم. قاعده على كرسي زي ده كده. بدأ الكلام. انتي اسمك ايه، سنك، عنوانك، كلام من ده عادي. يعني ما اتسالتوش. يعني ايه بدأ الكلام؟ انا بدأ الكلام. سمعت صوت حد هو بيتكلم معايا، صوت رجالي؟ كلمك قال لك ايه؟ انا متوقعه هيسأل اسمك، سنك، عنوانك، الكلام ده. فده ما اتقالش. بدأ تعرفي 6 ابريل، تعرفي اخوان، بتتعاملي مع مين، وهكذا. فانا ناشطه سياسيه، اوكي، بس زي ما بيقولوا كده على قد، يعني انا مش بنزل الاجتماعات، مش بحضر كل حاجه. يعني اول حاجه قلت له انت تعرفي 6 ابريل، حركه 6 ابريل. يعني ده كان اول سؤال مباشره، ده بدايه الكلام. فقلت له اعرف 6 ابريل. يعني انا بتعامل بتلقائيه جدا، انا مش خايفه، انا بس مستغربه الوضع اللي انا فيه. بدأنا نتكلم. انا بقول له اعرف رفهم بس ماليش تعامل كبير معاهم، بس الناس محترمه وهكذا، الاخوان كذلك، والدنيا مشيت كويس، كلام كويس. بعد كده بدأ يسألني طيب تعرفي مين من الناس، تعرفي مين؟ فقلت له اعرف ناس كتير. فبدأ يعدد لي اسامي معينه، اشخاص معينه، محمد عادل، احمد ماهر، دومة، عواد، ناس من دي. بدأ يقول لي اسماء محفوظ. فجي قال لي اسماء محفوظ هي مسافره فين؟ هي تعرفي ايه عن اسماء؟ فقلت له انها مسافره. هي مسافره فين؟ قلت له في تركيا. تعمل ايه؟ قلت له والله ما اعرفش، دي اخر معلوماتي. كل ده وانت لسه ايديك مربوطه وعينيك معصوبه؟ نفس ربطوها لك بايه؟ هو تقريبا بحاجه سودة، يعني لان ما كان الدنيا بلاك خالص. بدأنا يقول لي على اسماء، فقلت له اسماء مالها؟ هي مسافره في تركيا. لكن اسماء محفوظ. اسماء محفوظ مسافره تركيا، لكن ما اعرفش هي فين، بتعمل ايه. ماشي، انا مش متابعه قوي، يعني انا والله مش من النوع ده. فقال لي هي مسافره علشان رايحه تجيب تمويلات وتوريدات ماديه من الخارج لمساعده الاحزاب والمنظمات والحركات السياسيه اللي في مصر،
الانقلاب على الحكم على المجلس العسكري هنا. هو فطبعا اللي بيشرح لك. هو بيقول. فطبعا كلام زي ده يعني مرصوص مظبوط، لا مستحيل. ده كان اول بدايه ان انا اقول لا ده ما حصلش. يعني قلت له لا، اسماء ما عملتش كده، ومحدش فينا هيعمل كده، محدش هيقف في التحرير طول الفتره دي وهيعمل ثوره وهيعمل عشان في الاخر يجيب واحد من بره يحتله. بدات اتكلم معاه. اول ما بدات انا اتنرفز هو بدا يمد ايده. يعني ايه؟ لا لحظه، يعني ايه تنرفزي؟ عملت ايه؟ اتنرفز في الكلام. يعني انا طول من ساعه ما اتكلمت كلامي هادي وانت بنفس الطريقه اللي بتكلم بيها مع حضرتك، لكن بدات بقى لا ما ينفعش وده غلط وده مش صح واسماء ما عملتش كده ومحدش فينا. بدات اتكلم، بدات اعلي صوتي. بدا هو قبل برضه قبل ما نوصل عند حته انك بدات تنرفزي، هل في خلال انت قلتي قعدتي ساعه الى ساعتين في الاوضه الاول لوحدك وبعدين دخلوكي ودي اخذت وقت شويه لحد ما واحد منهم بدا يكلمك وكان اول سؤال عن حركه 6 ابريل. هل في خلال الوقت ده كله حاولت تقول لهم طيب ممكن تشيلوا الرباط من على عينيا او تفكوا ايديا؟ ما كانش في حد موجود. انا كنت طيب الشخص اللي هو اتكلم معاكي ما طلبتيش منه خالص انه يشيل العصابه من على عينيك؟ اكيد طبعا. يعني طيب حضرتك انا هفضل كده لغايه امتى؟ طب انا هفضل قاعده كده ازاي؟ طب همشي امتى؟ اكيد الكلام ده بيتقال. بس لا، ما هو لما اتقال كان رده ايه؟ بيكمل كلامه ولا كاني بتكلم ولا كاني بقول حاجه. فانا يعني في الاول خالص بقيت اقول كده، بعد كده بطلت. يعني انا عايزه اعرف الموضوع هينتهي على ايه. بدأنا نتكلم على الشيخ صفوت حجازي اذا كان مات ولا لا، يعني توفى ولا لا. فقلت له لا دي اشاعه ما حصلش. طيب انت بتعملي ايه؟ انت بتتكلمي مع مين؟ يعني بدأ عارف لما حد يكون مثلا عنده معلومات كتير عايز يطلعها كلها مره واحده، هو ده اللي كان بيعمله. كان بيطلع كل حاجه مره واحده. بدأ يتنرفز ويضرب وما اعرفش ايه. يعني ايه بيطلع كل حاجه مره واحده؟ يعني بيسأل اسئله هو مش منتظر منك تجاوبي عليها؟ هو عايز يقول لي حاجات معينه، هو عايز يقول لي ان هو عارف حاجات معينه، او هو عايز يوضح لي انت لازم تعرفي كذا وتعملي كذا. انا عايز انشر عن طريقك. هو بيقول انا يعني مش هو بيقول، انا بقول لك اللي هو عايز يقول. هو عايز يقول تفسيرك انت ليه هو بيتصرف بالشكل ده تفسير حضرتك انت. طيب انا بنشر عن طريقك ان انتوا ناس مش كويسين، ان انتوا عملتوا كذا وان انتوا عملتوا كذا وان انتوا عملتوا كذا. طيب جميل. وانت طول ما انت قاعده انت سالتيه انا موجوده فين دلوقتي؟ لانك ما تعرفيش انت موجوده فين، مش كده؟ سالتيه انتم قاعدين فين دلوقتي ومين حضرتك؟ ما بص يا فندم، لما يكون اللي قدامك داخل بيتكلم طريقه تخوف مش هينفع تقاطعه، لانك مش عارف رد فعله ايه. يعني انا مش متوقعه رد الفعل، فمش عارفه لو قلت كده هيبقى رد الفعل عامل ازاي. فاهم ازاي؟ فانا اضطريت ان انا افضل ساكته طول الوقت لغايه ما اعرف بس انت هتقول ايه، انت هتعمل ايه. انا عايزه اوصل للنهايه. بعد كده بدأ يتكلم عن ان انتوا بوظتوا البلد واللي عملتوه فيها ده خراب، والحكم العسكري اللي مش عاجبكم ده بعد كده هيبقى أسوأ من دلوقتي ومن اللي فات. كلام على هذا القبيل. يعني لو المجلس العسكري مش عاجبكم فانتوا بكره هتشوفوا حاجات أسوأ. ده الشرح يعني. ومنه بدأ يقول ان لا ده حضرتك شرحك انت ولا كلماته هو؟ ده شرح اللي هو بيقوله. لا انا عايزك يا ريت تلتزمي معايا بانه اللي قاله ايه، ولو حبيتي حضرتك تحطي تفسيرك قولي لي بس طيب ما بين قوسين ده تفسيري ليه كذا كذا. فانا عايز بس كلمات زي ما حضرتك فاكراها بقدر الامكان، يعني دقيقه. يعني هو انا عايز اعرف كلماته بالظبط. وقال لو مش عاجبكم الحكم ده دلوقتي فاللي بكره أسوأ من اللي بكره جاي بكره أسوأ من النهارده وامبارح. طيب او العهد اللي فات. جميل. بدأ يتكلم ان هو دلوقتي لو مثلا حابب ان هو يلبسنا اي تهمه سهل، ان اللي هيغلط هيتجاب ويتحاسب. الكلمه دي انا قلتها وهقولها كذا مره لانها كررها 3 مرات.
اللي هيغلط هيتجاب ويتحاسب، واللي مش هيغلط هيتجاب ويتلفق له. قال الكلمه دي 3 مرات. اللي هيغلط هيتجاب ويتحاسب، واللي مش هيغلط هيتجاب ويتلفق له. بدأ بعد شويه خلاص بقى يعني في بقى طريقه تانية كلام. فبقى يقول لي انت لو فاكره مثلا انك مثلا لما تخرجي من هنا هتهربي او تسافري، لو حاولتي تهربي او تسافري او تعملي اي حاجه هتتجابي. انا لا جبتك من بيت ولا من جامعه ولا من مقر، انا جبتك من الشارع، يعني انا قدرت اوصل لك وانت في الشارع. هو بيقول ايه؟ يعني انت مثلا لو حاولتي تسافري او حاولتي تهربي او تختفي او الكلام ده كله هتتجابي. فاول ما قال الكلمه دي انا بدات ارتاح، قلت بس يبقى انا هخرج. انا كنت شايله خلاص، فقدت امل ان انا ممكن اخرج تاني، وكنت بدات اعيط وكده. بس انا كنت فقدت امل ان انا ابدا اخرج يعني. بدات تعيطي؟ يعني انا كنت بعيط لغايه ما هو قال الكلمه دي. بس بدات اهدى بقى، خلاص يبقى انا كده هخرج. لما عيطتي هو عمل ايه؟ بيكمل كلامه عادي. انا اي حاجه بعملها هو مش بيديني اي رياكشن عليه. طيب. فقال لي انت دلوقتي لما تيجي لو عايزين نجيبك هنجيبك ويتحكم عليكي او على اي حد تاني، ده اللي هيكسر اشاره مرور في تبع المجلس العسكري. يعني في وقت المجلس العسكري اللي هيكسر اشاره مرور هيتحكم عليه 5 سنين سجن. فاللي جاي اسوأ من اللي فات ومن دلوقتي. بقى بعد كده قال يا ابني يا عسكري تعالى خد، او المهم جه راجل خرجني بره. لا لحظه، يعني هل قال اسم حد معين ولا يا ابني ولا يا ابني يا عسكري كده ولا يا ابني تعالى يا ابني؟ خلاص. تعالى ايه؟ قال ايه؟ تعالى يا ابني. قال له ايه بعدين؟ خدها بس. جه دلوقتي ماشيه مثلا في نفس عكس الاتجاه اللي انا داخله منه، مش نفس الطريقه اللي انا دخلت بيها. يعني انا مثلا داخله الاستوديو من هنا ماشي باي منطقيا ما ينفعش انا جايه من هنا يبقى بالتالي اخرج من هنا. مش هخرج من الناحيه دي. اللي حصل ان انا خرجت من الناحيه دي، سحبك وخرجك من الناحيه الثانيه، مش من الناحيه اللي جيتي منها. طيب خلاص. مشيت شويه ورا مديريه امن 6 اكتوبر في منطقه صحراء كبيره جدا. انت طبعا ما كنتش تعرفي ان دي اساسا فكلي عيني مديريه الامن. فكلي ايدي وفكلي عينيا وسابني. فكلك ايديكي وعينيا وسابني. شفتيه بقى؟ لا ده عسكري. كويس، ده انا ما اقصد العسكري. خلاص بدات انا بقى. كان لابس ايه؟ لابس ميري ولا لابس مدني؟ مش عارفه، هو بتاع ده ابيض وتقريبا ميري يعني. لا مش تقريبا. حضرتك اللي بيبقى لابس ابيض ولبس عسكر. ميري. طيب الزي الرسمي يعني. الزي الرسمي. خلاص. ابيض. طيب بدات اخرج اشوف بقى. مشيت بقى في الصحراء لان انا من اكتوبر ما كنتش عرفت اخرج من الصحراء دي يعني. لفيت وخرجت ومشيت وروحت البيت. الموضوع كده انتهى. يبدا بقى من النهارده. لا يعني في الصحراء ايه يعني؟ بعمق قد ايه يعني؟ لا يعني هو بعد ما خرجنا مشينا شويه في تراب كده ومنه هو سابني يعني بتاع 10 خطوات ولا 50 خطوه ولا 200 خطوه ولا كيلو؟ مشيتوا قد ايه تقريبا؟ لقيتي نفسك بعيد عن الطريق الرئيسي بقد ايه؟ حضرتك المبنى اهو وادي الطريق الرئيسي من ورا. يبقى انا هلف كل ده لغايه ما اطلع الطريق الرئيسي تاني. طيب فما اعرفش قد ايه ده، بس اللي اعرفه ان هو ما بين المبنى والمكان اللي هو الراجل سابني فيه مسافه يعني. مش كتير ولا قليل بس مسافه. طيب كويس. خرجت وروحت وخلاص. انا قررت ما فيش اي حاجه، يا دوبك انا طمنت والدتي في البيت والموضوع كذا 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 وخلاص. جيت دخلت امبارح الساعه 12 بالليل بدأ كل اصحابي يا بنتي انت لازم تقولي اللي حصل لك ده. طيب قبل ما تكملي بعد ما طلعتي انت حكيتي طبعا بعض من التفاصيل اللي قلتها لنا دي، حكيتيها في النوت اللي انت كاتباها على فيسبوك.
بس في تفصيله في منتهى الاهميه، مش عارف انت ما جبتيش سيرتها في كلامك اللي هو الجزء بتاع اغمى عليا. انه وانك اتضربتي. دي اللي هي انت بعد قايله الضرب. انك اتضربتي بعصايه. ايوه ساعه الضرب. دي ساعه الضرب. حصل امتى ده؟ ده بعد ما جه، بعد ما اتنرفزت، لما قلت لحضرتك اتنرفزت، فهو بدا يمد ايده عليا. مد ايده عليكي؟ ازاي؟ عمل ايه بالظبط؟ ضربني في دراعي وفي رجلي. ضربك في دراعك فين بالظبط؟ هنا وفي رجلي عصايه. بعصايه. وكان كل مثلا ما اقول كلمه تضايقه او اقول حاجه كان بيخبطني برجليه يعني في رجلي. فين؟ بيخبطني في رجلي. في رجليكي؟ برجليه في رجليكي؟ بعد كده اخر ضربه بقى اللي هي ضربني فيها على دماغي، دي اللي اغمى عليا فيها. بس الفتره دي بعديها بدا موضوع اللي قلت لحضرتك عليه، ان بدا يقول لي. ضربك فين بالظبط في دماغك؟ هنا في الحته دي كده. كان واقف قدامك ولا جنبك ولا؟ مش عارف يعني كنت حاسه بيه، مش هو بيكلمك؟ الصوت له مصدر هنا الناحيه دي من كان من ورا كتفك كده، وضربك بالعصايه على دماغك. بعد ما ضربك على طول اغمى عليكي؟ لان انا اصلا كنت تعبانه طول اليوم، فتقريبا يعني كنت اصلا مرهقه، فجات الضربه كمان زودت الموضوع. طيب. فبالتالي جيت لما قلت بقى لاصحابي الموضوع او الناس على الفيسبوك عرفت، بدأ الموضوع ينتشر، بدأت ناس تكلمني وهكذا، لغاية النهاردة 3000 شباب الثورة كلموني علشان هروح عند دكتور عصام شرف. رحت عند دكتور عصام شرف. الراجل فعلا يعني انا كنت بحترمه، انا فعلا كنت بحترمه جدا. انا بعد ما قابلته انا بقيت بحترمه زيادة جدا. ليه بقى؟ بيتعامل معايا على ان اللي حصل ده يعني هو مش هيسكت عليه، هو عايز يعرف، يعني هو اللي طالب يعرف ده. ماشي في يوم وليله خلاص. بلس ان انا لقيته بيتكلم معايا بيقول لي هيجيلك حقك. يعني راجل عارف مجمع معلومات وعارف ان انا مش بكذب وعارف ان ده صح. انا هستأذن حضرتك بس انك ما تحطيش كلام او استنتاج على لسان الدكتور عصام شرف، لان انا ما كنتش معاكم. بس خليكي تقولي لي بس اللي هو قاله لك ايه. انا مقدر طبعا ان حضرتك طبعا صاحبه الشأن وليكي تفسيراتك لكل اللقطات والمشاهد اللي انت مريتي بيها. هو مش موضوع تفسيرات، هو منطقيه بس. لو انا بكذب او انا مش صح، ايه اللي هيخلي واحد زي دكتور عصام شرف يعتبر اكتر راجل مشغول في الدنيا دلوقتي وعنده مشاكل قد كده يقعد مع واحده زيي لو انا بكذب؟ فلو انا بكذب مش هيعمل كده، ومش هيكلف نفسه ويجي يعرف مين دي، ولا هيخلي كل الناس اللي معاه دلوقتي يتكلموا معايا. ده المنطقيه الوحيده. ده استنتاج، لكنه من واجبي اقول انه هو غير جامع، غير يعني لكل الاحتمالات الاخرى. اوكي. يعني قد يكون انه الراجل مش عارف وعايز يستوضح او بادئ يستوضح. اوكي، بس من واجبي اقول، مش معناه ان انا بشكك بالضروره في اللي انت بتقوليه. طيب، برضه احقاقا للحق لجميع الاطراف. طيب، قال لك ايه بقى بالظبط الدكتور عصام في القعده؟ بدا يقول كان هو عنده النهارده اجتماع مجلس وزراء، فكان وزير الداخليه موجود، فقال له حابب ان انا نيجي نتكلم معاه. فدكتور معتز قال له لا احنا نكتب لك مذكره وعريضه بالموضوع يعني ونقدمها لك، وبالتالي انت حضرتك تتكلم مع وزير الداخليه. بعد كده رحت كتبت الموضوع بالنص بنفس التفاصيل بكل حاجه ومشيت على كده. وانا هنا في الاستوديو بره، اللواء مروان مصطفى كلمني قال لي. اللواء مروان مصطفى ده المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه بالظبط. كلمني وقال لي انتي صح وعايزينك تساعدينا في ان احنا نوصل للي عمله كده. قال لك انت صح؟ قال لي انت صح واحنا عايزين نوصل للي عمله كده. فقلت له
يا فندم دي حاجه يعني ده شرف ليا ان حضرتك تساعدني. طيب قال انت اللي بتساعدينا ان احنا نقدر نخلص من ده. طيب انا هستاذنك برضو، طبعا من حقك انك تقولي مين اتصل بيكي وقال لك ايه الى اخر هذه الامور، لكن برضو من واجبي ان انا اقول انه احنا عندنا وعد من اللواء مروان مصطفى انه يكون بنفسه على التليفون معانا في وقت لاحق من هذه الفقره، علشان هو اللي يشرح بشكل مباشر بدون ان ينقل على لسانه. بس ده كل الموضوع لغايه اللحظه دي. قدمتي بلاغ للسيد النائب العام؟ انا بكره هروح ما قدمتيش النهارده ليه؟ بكره هروح لاستاذ مروان مصطفى، اللواء مروان مصطفى. نعم. وقال لي لو حابه نتقابل وزير الداخليه مفيش مشكله. ومن هناك تطلعي تعملي البلاغ بتاعك ضد مديريه امن 6 اكتوبر. بس احب اضيف حاجه تانية، ان الدكتور معتز قال ان مش انا الحاله الوحيده. دكتور معتز بالله عبد الفتاح اللي هو المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الدكتور عصام مشرف، ان مش انا الحاله الوحيده، ان في كريمان وريم اتعرضوا لنفس الموضوع وتعرضوا لنفس هو قال لحضرتك نفس الكلام ده؟ قال لحضرتك لوحدك ولا كان مع ناس اخرين موجودين؟ ائتلاف شباب الثوره. قال كل الائتلاف؟ احنا كنا قاعدين سوا المجموعه كلها. طيب قال لهم او قال لنا يعني ان في بنتين تانيين حصل لهم نفس الموضوع. الفرق ان انا معروفه شويه بالنسبه للمحيط اللي انا فيه الى حد ما يعني، بس وان انا الاعلام ركز معايا شويه. بس انت كنت حكيتي لحد بعد ما طلعتي من المكان اللي انت اكتشفت بعدين ان هو مديريه امن 6 اكتوبر، حكيت لحد، اتصلت بحد تحكي له على اللي حصل؟ حد زي مين؟ ايا ما يكون. في ناس من عندنا من 6 ابريل. كلمتهم قلت لهم حصل كذا كذا كذا، ان الناس مقربه مني شويه يعني. بس طيب احنا برضو المفروض انه يكون معانا على التليفون